السلام عليكم اخواني اخواتي المغاربه. عندنا اليوم جوج ديال المراجع كتحدث عن الزي المغربي في القرن السابع عشر، واللي كتضمن ادله دامغه ان المغاربه سواء رجال او نساء كانوا كيلبسوا القفطان، الحايك، الشربيل، البرنوس وغيرها من الالبسه التقليديه المغربيه. ندوزو دابا نقراو بعض المقاطع المسطر تحتها اللي كتحدث على لباس المراه في القرن السابع عشر. Cet habit est le caftan aux robes sans manches. عندنا في مقطع آخر إخواني أخواتي. Ces morts portent des caleçons de toile et des souliers ou pantoufles nommés babouches. كيقصد الكاتب هنا الشربيل، من بعد كيهضر على الطربوش المغربي. Le bonnet est de laine rouge entouré quelquefois de mousseline en forme de turban. صفحة أخرى إخواني أخواتي، الكاتب غادي يتحدث على الحايك، القفطان، البرنوس والشربيل. Il porte par-dessus ce caftan qui n'est boutonné que jusqu'à la ceinture un haïk qui est une pièce d'étoffe de laine blanche. Ils mettent par-dessus tout cela et principalement en hiver un barnos. إذا هنا كيتحدث على البرنوس أو السلهام المغربي. بعد غادي يدوز الكاتب في الصفحة المقابلة يتحدث على الشربيل والقفطان. Qu'ils chauffent dans une manière de soulier ou pantoufles qu'ils appellent babouches. Ils portent tous par-dessus leur chemise un caftan. في مقطع آخر كذلك غيتحدث على لباس المرأة المغربية اللي كان هو القفطان مع التفاصيل ديالو. Dernier de ces habillements n'est autre chose qu'un caftan plus large que celui des hommes, qui couvre le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Lorsque les femmes sortent, leur tête est couverte d'un voile blanc fort mince. إلى آخره. Elle ne portait ni souliers ni babouches, mais seulement des chaussures de maroquin rouge ou jaune. في الإشارة هنا الشربيل المغربي. ندوزو إخواني أخواتي لهاد الصورة اللي كتبين المرأة المغربية بقفطانها المغربي الحر الأصيل على اليمين، والصورة اللي على اليسار كتمثل المرأة المغربية بالحيك المغربي. وفي آخر مقطع الكاتب غادي يوصف البرنوس أو السلهام المغربي. L'habit d'hiver est distingué par le barnous, au manteau de laine bordé de franges et garni par derrière un capuchon terminé par une houppe. واش كاين إخواني أخواتي أدلة أقوى من هذه اللي يمكن يقنعونا بها الجيران بأن القفطان، الحايك، البلغة أو الشربيل والبرنوس ماشي لباس مغربي أصلي؟